تعالوا بينا نشوف تشكيلة الخصم عاملة ازاي. يخص عليك يا ليل. اسكت. جايبين يخص عليكم يخص. اخسي. والحمد لله قدرنا نسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80، وقدرنا ان احنا نريح اللقاء شوية. ايه ده؟ فين الدفاع؟ اطلع شناوي يا ابن اللعيبة يا شناوي. حلوة، كويس كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا اساطير في فيديو جديد. فيديو النهاردة زي ما انت شايف في العنوان، رحلة الوصول إلى ديفيجن 1 بمنتخب مصر. بس قبل ما نبدأ الفيديو دي ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات على الكل عشان يصلك كل الفيديوهات. وما تنساش تدعي لإخواننا في فلسطين ربنا ينصرهم. وزي ما انت شايف يا صديقي، كله هيكون تشكيلة منتخب مصر دلوقتي، ورحلة الوصول لديفيجن 1 بمنتخب مصر مفيش مستحيل، إن شاء الله هنقدر نعملها. وطبعا زي ما انت شايف يا صديقي، كل لاعيبة منتخب مصر الأساطير في التشكيلة: مصطفى فتحي وعمر مرموش والشناوي وعبد المنعم وكمان حجازي ومروان عطية وكل التشكيلة. وتعالوا بينا نروح لأول ماتش، أول ماتش في ديفيجن 5، وإن شاء الله نقدر نوصل لديفيجن 1 بالمنتخب المصري. تعالوا نشوف تشكيلة الخصم زي ما انتم شايفين. ونبدأ أول لقاء. وعلى بركة الله نبدأ أول لقاء يا أصدقائي. وزي ما انتوا شايفين طبعا الفرق بين التشكيلتين: أول هجمة ليه هو الهالاند والشناوي يصد، ودي كانت تاني هجمة برضو الشناوي. هنا كان فاكر ان الكرة ما بتتمسكش بالإيد، مسكها وسابها مرتين وبيطلعها الحمد لله مصطفى فتحي. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا صديقي، يا ريت تنزل تشترك وتضغط لايك وتكتب كومنت تشجيع، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. وزي ما انتوا شايفين يا صديقي، انا كنت بدافع بس حرفيا اول ماتش لحد ما الجيم اتفتح الحمد لله، وقدرت اني اخد هجمة واروح اسجلها بتريزيجيه جون. تقريبا هو ما كانش بيلعب اصلا او كان واقف، وسجلنا اول هدف على الخصم. والحمد لله برضه ما كانش بيلعب، وقدرنا نسجل تاني هدف بمحمد هاني، وتقريبا زهق فانسحب من المباراة وكسبنا اول ماتش الحمد لله. نروح نخش على تاني ماتش. 13 يا اهلي. طبعا ده تاني لقاء بعد ما حققنا اول 3 نقاط في ديفيجن 5 ورحلة الوصول لديفيجن 1 بمنتخب مصر. تعالوا بينا نشوف تشكيلة الخصم عاملة ازاي. يخص عليك يا ليل. اسكت. جايبين يخص عليكم يخص. اخسي. تعالوا بينا نبدأ تاني لقاء وإن شاء الله خير. نبدأ تاني لقاء يا أصدقائي. طبعا الفرق كبير بين الفريقين، لكن إن شاء الله نقدر نعملها. كل ده مفيش مستحيل، المنتخب المصري أقوى منتخب في اللعبة إن شاء الله. دي أول هجمة أخدناها، طبعا ضاعت من عمر مرموش، وقدرنا إن احنا نقطعها مرة تانية وكمان نبني هجمة ونروح ونعدي محمد صلاح عينه هيعملها ليه؟ هدف لعمر مرموش. انا صح. انا صح. كان نفسي ان انا اجيب جون في ده. كمان اهدرنا هجمة تانية بامام عاشور انفراد.
ولحد دلوقتي الماتش ماشي تمام تمام. وهنا دي كورة طلعها احمد حجازي، وهنا محمد هاني بيباص الكورة غلط وعملوا هجمة علينا وقدر يعمل عرضية، لكن الشناوي بيقلب الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ويتصدى ليها. وبصراحة الشناوي الماتش ده كان متألق جدا جدا، يعني المفروض كان ياخد رجل المباراة بس مش عارف. ومكملين مع الهجمات يا صديقي، وأهدرنا هجمات كتير، من هنا هجمات ضيعة ومن هنا هجمات ضيعة، وانتهى الشوط الأول 1-0. وبدأنا الشوط التاني، كانت بداية جامدة جدا جدا للفريق القصادي فريق الخصم. وبدأ من عند جنابري بهجمة من ناحية اليمين ورفعها عرضية، لكن الشناوي بقولكوا كان قالب نير في الماتش ده. وقدرنا ان احنا نضيع كمان هجمات زي ما هو بيضيع احنا بنضيع. والحمد لله قدرنا نسجل الهدف التاني في الدقيقة 80، وقدرنا ان احنا نريح اللقاء شوية. وهو سنتر كده ومشي على طول، قطعنا الكورة ورحنا بهجمة من ناحية تريزيجيه برضو، ومرموش اخدها من نص الملعب وراوغ بسرعته ولعبها لمصطفى فتحي اللي حطها في الجون. والحمد لله الهدف التالت، وانا ما كنتش مصدق ان انا افوز 3-0 على الفريق ده. وكمان اللي حصل على تقييم في المباراة هو عمر مرموش ومش محمد الشناوي. بصراحة الشناوي كان عامل ماتش جامد، بس مرموش هو اللي اخدها طبعا لانه سجل هدفين وصنع هدف برضه يستحق انه ياخدها. وانتهى اللقاء ب3-0. وبس كده يا صديقي، ده كان اول فيديو في سلسلة رحلة الوصول الى ديفيجن 1 بمنتخب مصر. وقولولي اكمل في السلسلة ولا ما كملش. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات على الكل وتكتب تعليق تشجيعي عشان نكمل. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.